ملخص الرياضه المغربيه في السمانه الفايته في قل من دقيقه. بقاو معايا باش تعرفوا كل شيء. نبداو بلا تشامبيونز ليغ افريكان ونهضروا على الجيش الملكي والنهضه البركانيه اللي بجوج تاهلوا الادوار الاقصائيه. بركان ربحت 3-0 على ارضها ضد ريفرز يونايتد وتاهلت هي الثانيه في الجروب ديالها ب 10 نقاط، في الحين اللي الجيش الملكي تعادل ب 0-0 ضد الاهلي في القاهره. والاخلاق غير الرياضيه ديال الجمهور ديال الاهلي ما منعش الجيش الملكي من انه يتاهل هو الثاني في الجروب ب 9 نقاط. كاس الكونفدراليه الوداد واولمبيك اس في خلاو الحصيله ديال الفروق المغربيه 4-4 في الادوار الاقصائيه. الفوز ديال الوداد 2-0 على اف سي عزام في الدار البيضاء خلاها تاهل هي الاولى، في الوقت اللي اولمبيك اس في دار اداء رائع ضد اليو اس ما في الجزائر العاصمه، ولكن مع الاسف ما قدرش يحقق الفوز وتكلاصا هو الثاني ب 13 نقطه. نزول الالعاب الاولمبيه الشتويه بميلانو اللي شهدت المشاركه ديال جوج ديال المتسابقين المغربيين. اولهم العداء عبد الرحيم تميسي اللي شارك في السباق ديال 10 كيلومتر وحتى للمركز 103، وثانيهم بيترو ترانشينا في السلالوم العملاق اللي ما قدرش يكمل السباق ديالو جراء ان السقوط ديالو في السيكتور الثاني. ندوز الاخبار المحترفين واللي كانوا ممتازين هذه السيمانه وسجلوا بزاف ديال الاهداف، والهدافين هذه السيمانه كانوا هما امين عدلي، يوسف النصيري، عثمان معمه، ايوب ميموني، اسامه الادريسي وعبد الصمد الجزولي. ما ننساوش تحييو اداء رائع ديال ياسين جاسم مع الفريق الجديد ديالو ستراسبورغ. في التنس الشاب المغربي رضا بناني خسر ب2-0 ضد بابلو كارينو بوستا في الكاليف ديال الدوحه. بابلو كارينو بوستا ماشي ساهل وكان مصنف 10 عالميا سابقا، والمتوقع ان اللاعبين يشكلوا فريق ويلعبوا في البطوله ديال الزوجي. مباراه غالبا ما غتكون سهله حيت لاعبين ضد كونتان اليس وبييرو غاربير. كان هذا هو ملخص الرياضه المغربيه في السمانه الفايته. الى عجبك الكونتنت خلي لايك وفولو، وما تنساوش كيف ديما كره في التيران والحساب عندي.